عليكم ورحمة الله وبركاته. غالبا نوصل واحد الرسالة لبعض القنوات اللي تقوم بنشر بعض الأخبار الكاذبة والمزيفة، وتتبتغي بهذه الأخبار هذه الكاذبة والمزيفة جمع يعني المشتركين والمشتركات يعني والجيمات وكذا، باش في الاخر يتخلصوا من الشركه ديال اليوتيوب. اقول لهم ان هذا المكسب ديالكم فهو الان غيصبح ذاك حرام، لانكم تاخذوا بناء على ترويج الاكاذيب وعلى ترويج الاشاعات، وعلى ملي كتقولوا واحد راه مات وهو باقي حي، ربما يدخل الاب ديالو ولا الام ديالو ولا عائلته ويشوفوا داك الفيديو ويقولوا راه فلان مات، وربما هو يكون مسافر ما كاينش معاه في المدينه، اللهم الا كان حداهم راه كيشوفوه قدامهم، ولا ما كانش راه غيقولوا فعلا راه هذا السيد واقيلا مات، ربما يكون من اقرب الناس ليهم اولا من عائلتهم اولا من الاباء ديالو والعائله ديالته المقربه، وبالتالي تقدر تكون فوضى وتقدر تكون يعني صدمات نفسيه وازمات نفسيه، وربما بعض العائلات اللي كيكون عندهم القلب ولا عندهم شي امراض اللي هي مزمنه ما تيتحملوش الاخبار اللي كتكون كتجي على فجاه، ويقدر ينتج عليها واحد سكته قلبيه ولا جلطه دماغيه، والله اعلم شنو ممكن يكون. لهذا انا كنطلب من هاد الناس هادو اللي كيروجوا الاكاذيب على الناس اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لان هاد الامور راه شوف قال الله عز وجل في القران: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على ان لا تصيبوا قوما بجهاله. اذا حنا كونا ملي نسمعوا هاد الاخبار اللي خصنا نتبينوا مزيان، وهاد الناس اللي كيعملوا هاد القنوات وتيديروا نشروا فيها هاد الاكاذيب خصنا نوقفوا لهم بالمرصاد. لهذا انا لما كنشوفوا بان وفاه رشيد العلالي وفاه فلان وفاه فلان في الاخر كتلقى ما كاين حتى شي حاجه، فهمتي ولا لا؟ وبالتالي رشيد العلالي اولا هاد المفنانين اولا هاد الممثلين اولا هاد السياسيين اولا هاد الناس اللي يقتلوهم هما باقين حيين، فراه عندهم عائله عندهم وليدات، راه ملي غتسمعوا الزوجه ديالته ولا الابنه ديالته ولا اخته ولا امه شنو ممكن تكون رد الفعل ديالها، ولا وقعت لها شي حاجه انت السبب امام الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في القران: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لهذا ردوا بالكم، الله يجزيكم بخير. نسأل الله عز وجل أن يتوب على هؤلاء الذين ينشرون الفتنة بين الناس يعني ويرعبون قلوب الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.